احترامي وتقديري للكابتن الكبير محمود إبراهيم السيد الخطيب، حضرتك اعمله مكاشف، اسأله قول له هل فعلا انت خدت 228 مليون و500 من السيد تركي الشيخ للنادي وخدتهم لنفسك؟ عايز اجابه. السؤال الثاني، هل فعلا وخد ساعات بحوالي 12 مليون، حتى السيدات خدت، يعني الرجاله خدوا والستات وبناتهم، انت عارف الساعه بكام؟ بمليون ونص. يعني انت تقعدي تشتغلي طول النهار تطفحي الدم، تمام، وشوفي هتاخدي كام الف. لكن الساعه بمليون ونص، وانا بقول اتباعوا. عريان فاهم موجود اهو تاني اهو. طيب انت بتقول انه الفلوس راحت تحيا مصر، مش كده؟ طيب انا موافق. هو بنك الاستثمار لما عمل العقد وخدنا 5 سنين بموافقه الوزير وجمعيه عموميه، بس هو جاهل مش عارف، هو بس عايز يضرب ايه، بيلطش، لانه طبعا وصل لمرحله. انا قلت لك اول مره اشوف واحد مناخيره ليه 4 فتحات. 4 فتحات فيه ايه يا عم؟ مركب ديفل في مناخيره. الراجل خد عقوبه، العقوبه دي بالخصم او ايا كان، انا كمدرب محتاجه فنيا هلاعبه، ده الصح. لا عاقب نفسي ولا عاقب ناديه ولا عاقب فريقي، ولا عاقب نفسي ولا عاقب ناديه ولا عاقب فريقي. دي ده انا شايف ان دي المدرسه الصح، الا لما يكون عامل جنايه بقى، زي مثلا ايه الانترفيو اللي عمله كريستيانو رونالدو مثلا في موضوع مانشستر يونايتد. دي جنايه، انت راجل طالع بتهاجم النادي وبتهاجم الاداره وبتهاجم الناس وبتهاجم كل حاجه، وبتقول ان النادي ده ما اتطورش، ده بالعكس رجع وكذا. دي في الكوره اسمها جريمه كرويه، فوتبول كرايم. لازم بقى ان انت تبعد ماتش 2 لغايه لما تبقى فيه عقوبه اداريه وعقوبه فنيه. لكن النهارده انا بصراحه ضد ان بعض من جمهور الاهلي بيهاجم كولر انه بدا بقفل، لان الطبيعي ان انا كراجل مدرب، انا خلاص العقوبه الاداريه اتعملت عليه. انا مع كولر 100% كمدير فني، كراجل بقى بتاع فنيات، ان انا راجل العقوبه اتاخدت هبدا بيه، ما عنديش مشكله. يا عم ارحمنا بقى يا عم، ده احنا جسمنا باظ بالاخ محمد محشي فته ده، الرحمه يا رب.